لكن ورا الستارة كان بيجهز لكل حاجة. الجيش بيتدرب في صمت، والمهندسين العسكريين بيبنوا الكباري اللي هتعدي القناة، والطيارين بيتدربوا على الطيران المنخفض لتجنب الرادارات. حتى الخطة نفسها اتسمت اسم رمزي عبقري، بدر، علشان تبقى زي غزوة بدر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي كان عدد المسلمين فيها قليل بس نصرهم كان نصر عظيم. وخليني اقول لك يا صديقي ان الاسرائيليين كانوا مجهزين نفسهم تماما. كان عندهم حاجة اسمها الساتر الترابي، وده غير خط بارليف خالص، ده كان قبله، وكان كومة من الرماد الناعم ارتفاعها 40 متر. رماد يا صديقي لو اي حاجة مشيت عليها تغوص جواه زي الرمال المتحركة. والقناة نفسها كان فيها متفجرات وانابيب غاز هتنفجر في حالة دخول اي جسم غريب ليها. وورا ده يا صديقي خط بارليف اللي كلنا عارفينه، اللي كان مقسم في الوقت ده ل3 قواعد عسكرية. خليني اقول لك ان خط بارليف كان خط منيع حصين. الإسرائيليين ما كانوش بيهزروا، كانوا عاملين خطة عسكرية ممتازة جدا، وكانوا مقسمين الجنود والأسلحة تقسيم كويس جدا على 3 طبقات ورا خط بارليف. يعني انت لو نزلت القناة هتنفجر بك، طب عرفت تعدي منها هتقابلك الساتر الترابي اللي لو مشيت عليها هتغوص جواه، طب عرفت تعدي منه هتقابل خط بارليف، قدرت تعدي دار آخر هتقابل الجنود الإسرائيليين اللي مجهزين نفسهم كويس. ولكن يا صديقي ومع ده كله